الفريق ديالنا الاخوان كبر نهار على نهار، كيزيد في الحجم تبارك الله، كل نهار كيكبر شويه. الفريق في صحه جيده، بخير وعلى خير، حل عينيه. دابا تقريبا فات اسبوع، فايت الاسبوع دابا. شوف داكشي، شوف تبارك الله. هاك، يلا يلا زيد. تبارك الله، اللهم بارك. بارك عليك. باقي بغيتي زيد. بارك عليك. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، تحياتي للجميع، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتكلموا على عضني زكا صاحبي زكا. اليوم غادي نتكلموا على زوج الكناري فين وصل، والوليد ديالهم هو هذا الاخوان، اللهم بارك، كبر تبارك الله. اجي زيد زيد زيد. ولفني مسكين هاد الوليد ديال الكناري الاخوان، ديال المهم كنوكلوه كل نهار كنعطيه حقن انا، وكنرجع له والديه كيوكلوه. واحد الاخ سولني قال لي واش الا هزينا الوليد وكلناه مثلا ورجعنا للوالدين ديالو واش يقدروا ينفروه ما باقيش يوكلوه؟ لا بالعكس، انا كنوكلو كنرجعوا لهم وكيكملوا ليه الاطعام ديالو. زعما عادي جدا، كاين حتى شي مشكل. المهم كما شفتوا الاخوان، الفريخ بخير وعلى خير، في صحه جيده. كنعطيه الافانتيا وكنرجعوا له والديه حتى هما كيوكلوا. الاسبوع الاول كنحط له والديه البيض تقريبا، ماشي تقريبا، يوميا كنحط لهم البيض في الاسبوع الاول. فاش يلاه تزاد، فاش يلاه فقسات البيضه حتى ولا عنده 6 ايام ولا 7 ايام. هاد المده هادي كنت كنعطي الام ديالو البيض المسلوق بشكل يومي باش تطعم الفرخ ديالها. وما بين الوجبات كنت كنعطي الحقنه. مثلا في الصباح كنجي كنعطيه حقنه، كنحط لها البيض باش تكمل مع الماكله النهار كامل. عاوتاني الغد ثاني كنعاود نعطيه حقنه. المهم وغادي معاه حتى هذا الحجم هذا. دابا تقريبا عنده 10 ايام، 11 يوم ولا 12 يوم كثار. بالنسبه للخاتمه الاخوان، الخاتم انا ارتكبت واحد الخطا. ركبت ليه الخاتم في سن مبكر، يلا عنده 4 ايام ولا 5 ايام، ركبت ليه الخاتم. ملي ركبت ليه الخاتم الاخوان، جيت لغد ليه لقيت الام ديالو حيداتو ليه من رجليه ولاحتو. رجعتو ليه عاوتاني، جيت عاوتاني اليوم الاخر لقيتها حيدات ليه الخاتم عاوتاني ولاحتو. حتى المره الثالثه الاخوان فاش ركبت ليه الخاتم كبر شويه، ما بقاش قادره ان الخاتم يخرج، صافي وخلاته ميكات عليه. اذا تركيب الخاتم، اذا بغيتي تركب الخاتم اولا حتى يقرب يكمل اسبوع. ثانيا اذا ركبنا الخاتم كنحاول اننا نغطيوه بشي لصاقه وبشي سكوتش وبشي، المهم بشي شريط لاصق، نغطيو الخاتم باش ما تشوفوش الام ديالو، لان الا شافتو كتعتبرو بحال شي جسم غريب، كتحاول انها تحيدو. وبعد الخطرات تقدر كاع لا قدر الله تقطع عليه الرجل ديالو وهي كتحيد ليه الخاتم. المهم هذه تجربه استفدنا منها. وكان الاخوان غنحاول اننا نوكلوه دابا. بسم الله، زيد 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 زيد، حل 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 حل، زيد 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 زيد. الاخوان منتوج الافانتايا رقم 1 صراحه، بلا ما نكذبوا على راسنا نقولوا البديل. ولا واش كاين شي بديل؟ واش خلطه بديله للافانتا؟ كاين بديل، تقدر ديباني تقضي بشي خلطه او شي، ولكن تيبقى منتوج الافانتايا كيطلع فريخات صراحه، اللهم بارك، في صحه جيده صراحه. الفرخ كابر بافانتايا ماشي هو فرخ كابر بخلطه من الخلطات، نكونوا صريحين صراحه الله. زيد كمل.
زيد زيد زيد، يلا يلا يلا، زيد 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 زيد، اي 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 اي. ما عرفتش غادي نسميو هاد الفريخ الخوت، اش غنسميوك؟ اقترحوا عندنا شي اسماء الاخوان. قريع، زيد زيد، بارك عليك بارك عليك بارك عليك اخوان. المهم دابا غنحاول انني نعطيه السورانغ في الصباح وسورانغ في العشيه، وما بين السورانغ والسورانغ غادي نحاول نرجعوا الام ديالو او الوالدين ديالو باش ياكلوه. ولكن هذا ماشي هو الاشكال. الاشكال او التجربه اللي بغيت نستعمل دابا انايا هو انه بغيت نحاول انني نجهز الوالدين ديالو العش جديد. واخا هذا الفريخ صغير ومازال ما تفطمش، بغيت نحاول انني نوضع لهم عش ونجهزهم. واش ممكن انهم يعاودوا يدخلوا في دوره جديده ويبيضوا، وهذا الفريخ هذا نخليه معاهم يوكلوه. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا، كيفاش الطريقه اللي غادي نستعمل. خليكم معنا وسنعود بعد قليل على بركه الله. المهم الاخوان، هادو هما الوالدين ديالو. شنو غادي ندير دابا؟ غنحاول انني نرجع لهم الابن ديالهم بشكل عادي. اخوان غنرجع لهم الابن ديالهم او الفرخ ديالهم الصغير هنايا. حنا بغينا الاخوان نعاودو نجهزوا هاد الكوبل هادي لدوره جديده او عش جديد، لان بان لي الذكر هايج كيتبع الانثى، فهمتيني. غنخليو هاد الفريخ هذا هنايا في بلاصتو يوكلوه. غنحاول انني نوضع عش جديد ومواد تعشيش جديده في مكان اخر، فهمتيني، باش الانثى الا بغات تستعد لوضع بيض جديد تمشي تجهز العش الجديد، وهذا الفريخ يبقى في العش ديالو القديم، يبقاو يوكلوه، وفي نفس الوقت الانثى كتجمع العش ديالها الجديد. غنحاولوا نديروا هذه التجربه هذه. انا ما عرفتش واش تصدق ولا لا. الاخوان اللي فايتين جربوا هذه اللعيبه هذه يقولوا لنا واش ممكن ان هذه التجربه هذه تصدق معنا ولا لا. اذا على بركه الله نوضعوا لها العش ديالها اللي هو انا يكون داخلي بطبيعه الحال، ما كان شي عش اخر خارجي ونحطو تما، ولكن ما عنديش. غندير لها عش داخلي ونشوف الا ما جمعاتوش غادي ندير عش اخر خارجي من الجهه الاخرى. اذا غادي نحط لها عش هنايا بحال هكا، ونحط لها خيوط جديده، مواد تعشيش جديده، نحطها هنايا حدانا هاكا. الله يرضي عليك، ها هي يلا صافي الاخوان. وضعنا لها عش جديد، وضعنا لها مواد تعشيش جديده، والفرخ ديالنا القديم الفريخ الولد ديالهم ها هو دابا بغاو يعاودوا يطعموه، راه كيطعموه. بالنسبه لتجهيز القفص كما كتشوفوا راه الزوان الماء. كنحط الباطي هنايا لان كاين الفريخ باش يوكلوه. علاش كنحط الباطي؟ الا عكزت نسلق البيض، الباطي حتى هو مفيد. هنايا عندي حاجه اللي ضروريه الاخوان، هنايا الكريت، هنايا الكريت كوكياج، الرمله، كالسيوم واملاح ومعادن باش نرجعوه لبلاصتو. شنو هو الدور ديال الكريت الاخوان؟ الدور ديال الكريت او هذيك الرمله او الحصى الصغيره هو كيساعد الطائر باش يهضم الماكله اللي تياكل، فهمتيني. لان المعده ديال الطائر كما كنعرفوا ما كتعصرش الطعام، ماشي بحال ديال البنادم، ماشي بحال ديال الانسان. لذلك هو تياكل هذوك الحجيرات كيدخلوا للمعده، هما اللي كيطحنوا هذاك الطعام اللي تياكل العصفور. وسبحان الله العظيم هاي تاكل الباطي. اذا غادي نشوف على بركه الله، نشوفوا واش اولا الفريخ غادي يطعموا، ولكن واش غادي يحاولوا انهم يجهزوا عش جديد. كنتمناو نعطيهم واحد يومين ولا 3 ايام ونعاودوا نرجعوا نطلعوا عليهم. خيسوس بيتي السورانغ زيد جوف خيسوس واش غادي ياكل، باقي غادي ياكل من السورانغ ولا لا؟ خيسوس ما عمرك لا السورانغ بعدا فكرتيني. زيد اخي زيد، بسم الله، زيد 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 زيد، زيد تخافش هاك زيد. هاد وقع يعجبك. خيسوس راه ما وكلتوش الاخوان بالسورانغ، خيسوس راه شريتو كبير. زيد هكاك كبير زعما عنده تقريبا شي شهرين ولا 3 شهور.
زيد صاحبي دوق هذا الخير هذا، راه ما عشيش انت هذا الخير هذا، زيد انت كبرتها بالزوان. زيد خيزوز، غني لينا خديو معنا، زيد قول وهذا الشيء اللي كان الاخوان. شكرا لكم على المتابعه، كان معكم عصفور، والى فيديو اخر ان شاء الله. الى عجبك الفيديو خلي لايك واشترك في القناه اول مره كتشوفنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.